بسم الله الرحمن الرحيم. هدفان متشابهان: جون أنطوي الأول للأهلي في مرمى روما، وأبو تريكة في الكاميرون. تحليل هدف جون أنطوي: يريد فريق روما تحضير هجمة ابتداء من خط الدفاع، فكان ضغط صبري رحيل جعل المدافع يمرر لأقرب لاعب له، ثم تراجع صبري رحيل بعد الضغط ليأخذ مكانه. مؤمن زكريا أكمل ما بدأه رحيل وضغط على الدفاع، مما جعل المدافع يبدل اتجاه بناء الهجمة ولجأ للمرور من وسط الملعب، حيث وجد الجبهة اليمنى مقفولة برحيل ومؤمن زكريا. وبعد أن أخذ خطوة لداخل الملعب وجد صالح جمعة واقفا له بالمرصاد وكان قريبا منه. أراد المدافع تغيير وجهته، إلا أن مؤمن استمر في الضغط. وقف المدافع لحظات يفكر أين يلعب الكرة، لكن حتى مجرد التفكير لم يهنئه عليه لاعب الأحمر، واستخلصوا الكرة منه بدون أخطاء. وكل هذا هو سر الهدف. جون أنطوي كان ذكي وتوقع أن زملائه سيستخلصون الكرة، فأخذ المكان الذي يجبر مؤمن زكريا على تمريرها له، مثل ما فعل أبو تريكة في نهائي 2008 أمام الكاميرون، بعد أن ضغط محمد زيدان على سونج مدافع الكاميرون واستخلصها، ودعا ربه أن يجد أي تيشيرت أحمر ليمررها له ليتوج مجهوده ولا يضيع هباء. وإذا به أبو تريكة يتوقع ويذهب لأقرب منطقة خطرة ويستلم التمريرة ولا يكذب لها خبرا ويسجلها هدفا لبطولة قارية. تشابه كبير بين الهدفين، ولكن الاختلاف أن تريكة لعبها في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى، وأنطوي لعبها في زاوية الحارس والدفاع، وكان من الممكن صدها، لكن قوتها وسرعتها ساعدا على تسجيلها ومرورها داخل الشباك. الضغط من المهاجمين على الدفاع وأخذ المكان الفاضي الصحيح هم أبرز علامات الهدفان اليوم. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.